الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة متابعي بين سبورت في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. دوري أبطال أفريقيا يا له من موعد ويا لها من مناسبة ويا لها من أجواء خيالية هنا في مباراة بذكريات كبيرة وبتاريخ عريق عندما يتعلق الأمر وعراقة كبيرة عن حامل اللقب في 12 مناسبة. ماذا عن هذا الفريق الذي فاز على شبيبة القبائل في القاهرة 4-1؟ لاحظ الجمهور هنا، ما أجمل المشهد، عشاق حقيقيون عندما يتعلق الأمر وعراقة كبيرة في كرة القدم طبعا المغربية والمصرية. أذكر فقط بأن 47 لقب تاريخي في كل البطولات الأفريقية، وأذكر كذلك بأن هناك 25 لقب تاريخي تسبق المغرب وكل أندية المغرب في البطولات الأفريقية. انطلاقة المباراة فريق نادي الجيش الملكي بألوانه السوداء في هذه المباراة طبعا المهمة جدا، التي يتمنى فيها أن يعود لأن يسجل الفوز بعد الخسارة في المباراة الأولى. يتأهب نادي الجيش الملكي المغربي لمواجهة مصيرية ومرتقبة أمام فريق ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد أن اجتاز الفريقان عقبة الدور نصف النهائي بنجاح واقتدار. جديد أولا بأول، كما ستجد في نهاية الفيديو جميع المعطيات المهمة الخاصة بالمباراة من موعد والتوقيت إلى الإحصائيات والترتيب، إضافة إلى معلومات حصرية وشاملة حول المواجهة. شاركنا رأيك في التعليقات. من سيفوز اليوم في المباراة، ماميلودي سانداونز أم الجيش الملكي؟ تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين ماميلودي سانداونز والجيش الملكي مساء الأحد 17 من مايو 2026 على أرضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا الجنوب الأفريقية لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مباراة تنطلق على الساعة 3 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 5 مساء بتوقيت السعودية، وسط أجواء حماسية كبيرة. الملكي قد بلغ النهائي بعد تجاوز نهضة بركان في نصف النهائي، بينما تمكن سانداونز من إقصاء الترجي الرياضي ليحجز بدوره مكانه في النهائي الكبير. وتحمل هذه المواجهة طابعا خاصا بالنظر إلى قوة الفريقين وتقارب مستواهما خلال السنوات الأخيرة، حيث تتميز لقاءاتهما دائما بالندية والإثارة، وهو ما يزيد من ترقب الجماهير والمتابعين عبر القارة السمراء. وسيحاول الجيش الملكي الاعتماد على خبرة لاعبيه وقوته الهجومية من أجل العودة بنتيجة مريحة من خارج الديار، في حين يسعى ماميلودي سانداونز لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ووضع قدم أولى نحو التتويج القاري. ومن اللافت أن آخر مواجهتين جمعت الفريقين انتهت بنتيجة التعادل، ما يؤكد صعوبة التكهن بهوية الطرف الأقرب للفوز في هذه القمة الإفريقية المنتظرة، التي تحظى باهتمام إعلامي وجماهيري واسع داخل إفريقيا وخارجها. ويدخل الجيش الملكي هذا النهائي بطموح مواصلة تفوق أندية الشمال وتعزيز الحضور المغربي قاريا، بينما يسعى سانداونز إلى إعادة أمجاد أندية جنوب الصحراء وكسر الهيمنة الشمالية التي استمرت لسنوات طويلة. مباراة بريتوريا لن تكون مجرد نهائي عادي، بل مواجهة تاريخية قد تؤكد استمرار السيطرة الشمالية أو تعيد التوازن لكرة القدم الإفريقية من جديد.